باحثين بالذكاء الاصطناعي شلون ممكن هذا الطين يروح من شوارع الحله. احنا ما نريد فقط تانيب وفقط استياء، نريد حلول. بعد ما خرجوا ذول الطلاب من المدرسة لميتهم حتى تثير عقولهم بسؤالين مهمين وبشكل مختصر. أنا اليوم وقفت وياكم حتى أعيش لحظة خروجكم من المدرسة مع هذا الطين. أنت شاطر، أنت شاطر. باين ما حصلتك. ايش قد عمرك؟ 15 سنة. 15 سنة، عندك 15 سنة بالحياة ماشي بيه. أسلوب مدرس يعجبك تعتقده ناجح بال 2025؟ الصداقة يا طالب. الصداقة. يعني المدرس داخل الصف يطلب يشرح الدرس، ما يهين الطالب لأن هذا الطالب من ناحية حساعده ردة فعل، وبعضنا أستاذ مدرس اسمه ما أقدر أذكر اسمه. يعني كامشنا إهانة يكون حتى بعد ما ننطق من الدرس هو دكتوراه. ياسر أحمد صباح مدرسة حكومية يقول أفضل أسلوب ناجح للتعامل مع الطلبة هو أسلوب الصداقة. جيد. والطين مال المطر والله مصيبة انا شوف انا كنت متابعك العام كنت تروح للطلاب الثالث الوزاري ولا زلت إيه؟ نعم. احبكم لين انا صار لي يعني سنه تقريبا ادور عليك ببابل. جيد زين. لقيتني هسه اخيرا لقيتك الحمد لله. الدراسه وين الاصدقاء انا ملاحظه افتهم بسرعه تصير لي واحد قوي. هو هذا يسمح الدراسه الجماعيه، تعطي حافز اكبر، تعطي قابليه للاستلام اكثر. زيد طالب حلاوي يقول الدراسه مع الاصدقاء جدا مهمه في استيعاب الطالب. بس انا صاحبي مره تجي بيتي والله هم نتعشى صح سويه بس ندرس تجمع 3 ساعات 4. انتم هسه اذا لزمتوا البلد شنو ممكن تحلون؟ مو اي واحد كان واجا بلط زين. لا اما يكون على الحساب الخاص او على الحساب يجيب او يجيب على الحساب العام اللي هو يحتاج الموافقات. اهل المنطقه لازم يجيبون كتاب رسمي اللي هم يتبرعون من جيبهم خاص. يتبرعون. أنا حسين الجبري وهذه إثارة صباحية مع طلابنا الأعزاء.